أهلا وسهلا بيكم. أنا أحمد علاء، منورني في الأرشيف. الصراحة الأرشيف مليان من قصص العالم الآخر اللي بتحبوها، وكان نفسي أتكلم معاكم النهاردة عن قصة من قصص الجن والأشباح والعفاريت، ونعديها وخلاص، وهيبقى رعب برضه وخوف وشوية وهيروح، علشان عارفين إن الحاجات دي بعيدة عننا. وكنت بالفعل هتكلم عن حاجة تانية، بس ما قدرتش أعدي الموضوع بتاع النهاردة ده، وقلت لازم أتكلم عنه النهاردة علشان الكل ياخد باله من نفسه ومن أولاده. الخطف بغرض السرقة والابتزاز وطلب الفدية أو القتل. خلوا بالكم من نفسكم، كبير صغير ما عادش فيه فرق، ربنا يحمي الجميع. النهاردة أنا اتأكدت إن البشر المفروض الجن والعفاريت يخافوا منهم من اللي بيعملوه في بعض. قصة النهاردة تقطع القلب وتخليك عاوز تمسك الجاني وتقطعه حتت بسنانك. قضية النهاردة لسه حاصلة اليومين اللي فاتوا دول، بس عاملة رعب في مصر لحد ما انتوا بتشوفوني دلوقتي. الصراحة بقالنا زمن مشوفناش إجرام وسفالة وبشاعة بالشكل ده. على السريع قبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويوصلك كل جديد في القضية دي بالذات، لأن هي لسه ما انتهتش. نشوف حكاية إيهاب من محافظة الدقهلية مركز بالقاس. الحاج أشرف والد إيهاب راجل متدين وملتزم ومربي فاضل، ومربي أولاده على التدين والالتزام. وبالنسبة لشغله فهو بيشتغل في الأدوات المنزلية، وهم جماعة يعني مستورين والحمد لله، وربنا كرمهم وحالتهم المادية كويسة ما شاء الله. وعنده 3 بنات وولد، هو الولد الوحيد ده اللي اسمه إيهاب. إيهاب ترتيبه بين إخواته هو الثالث، في بنتين أكبر منه وبنت أصغر منه. تسمع سيرة إيهاب من الناس اللي يعرفوه ويعرفوا جماعته وعيلته، تفهم إنه شاب زي الملاك، أدب، تدين، التزام، ثقافة، مثقف جدا ومستواه العلمي ممتاز. هو في سنة أولى ثانوي عام وعنده 16 سنة، شاب متربي من عيلة ملتزمة بيصلي كل فرض في وقته. واليوم اللي حصلت فيه الواقعة دي كان صايم. إيهاب زيه زي كتير من زمايله في مرحلة الثانوية العامة، كان بياخد دروس خصوصية. وفي يوم إيهاب كان عنده درس في قرية جنب قريته. بعد ما خلص الدرس بتاعه بعد العصر تقريبا، والدته اتصلت بيه علشان تسأله هو فين، لأن هو كان صايم والمفروض ان هو هيوصل قبل المغرب عشان يلحق موعد الفطار. قال لها يا امي انا جاي في الطريق بس بتمشى، مش هركب مواصلات. صايم بقى وعايز يتمشى شوية علشان يسلي صيامه ويضيع شوية الوقت دول علشان يوصل على موعد اذان المغرب. قالت له طيب يا حبيبي مستنياك ما تتأخرش. قال لها تمام يا امي وسلام سلام. اذان المغرب قرب وإيهاب لسه موصلش، والمغرب أذن برضه وإيهاب لسه موصلش. أمه قالت عليه وكل شوية ترن على تليفونه، بيد جرس بس محدش بيرد. إيهاب اتأخر شوية، مش مشكلة، الغايب حجته معاه، يمكن في حاجة خلته يتأخر، في أسباب للتأخير، لكن ليه ما بيردش على التليفون؟ يعني تليفونه شغال يعني. تعدي ساعة والتانية والتالتة، وأخيرا بعد 3 ساعات حد يرد على والدة إيهاب، بس مش إيهاب نفسه. بعد 3 ساعات من محاولات الأم إن هي توصل لابنها وما يردش، أخيرا تلاقي حد يرد عليها. الحد ده قال لها ان إيهاب موجود معاها وانهم بره المحافظة علشان ما تتعبوش نفسكم في البحث عنه. يعني من الاخر احنا خاطفين إيهاب. قال لها لو عايزين تشوفوا ابنكم تاني هتدفعوا مبلغ 100,000 جنيه وهتبعتوهم على فودافون كاش على اكتر من رقم. ولاخواتنا الغير مصريين اللي بيتفرجوا علينا، فودافون كاش دي وسيلة دفع الكتروني، محفظة الكترونية يعني تابعة لشركة فودافون، ودي شركة اتصالات عندنا في مصر، وهم عايزين يبعتوا الفلوس على اكتر من حساب على فودافون كاش. الوالدة قالت له اللي انتوا عايزينه تاخدوا اي حاجة تطلبوها بس ما تأذوش إيهاب. قال لها احنا هنسيبكم شوية هتكونوا جهزتوا المبلغ المطلوب وبعدين هنتصل بيكم نديكم الارقام اللي هتحولوا عليها الفلوس. قالت له طيب عايزة بس اكلم ابني اطمن عليه واسمع صوته. قام الخاطف قفل التليفون في وشها، والكلام ده كله كان من تليفون إيهاب. المهم في خلال أقل من ساعة كان المبلغ جاهز، حتى الجيران كانوا مستعدين إن هم يساعدوا أهل إيهاب بأي حاجة، حتى لو طالبين 1,000,000 جنيه فدية، ده كله فدية إيهاب مش مشكلة. وزي ما قلت لكم عائلة إيهاب جماعة محترمين وعلى خلق ومحبوبين بين الناس، وألف مين يتمنى يخدمهم في ظرف زي ده. وأنا بقولك الكلام ده علشان تفهم قد إيه يعني صعب الناس دي يكون لهم أي عداوة مع أي حد أو مشاكل أو خلاف. المهم المبلغ اكتمل في أقل من ساعة، وبدأوا يرنوا على تليفون إيهاب علشان يبلغوا الخاطفين إن الفلوس جاهزة. يلاقوا تليفون إيهاب مغلق طول اليوم، واليوم التاني يرنوا على رقم إيهاب برضه مقفول. رفعوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي
بصورة إيهاب، وإن هو متغيب ومستنيين أي حد يتعرف عليه أو يعرف عنه أي حاجة ويساعدهم. واليوم التاني راحوا اسم الشرطة وبلغوهم بتغيب إيهاب وحكوا لهم اللي حصل معهم، وفي القرية اللي جنب قريتهم اللي إيهاب كان بياخد فيها درس. وفي نفس اليوم برضه بعد العصر واحد من المزارعين رايح لأرضه بعد العصر كالمعتاد، بس يلاقي شكارة شكلها غريب ومرمية في أرضه، فيتصل بعم إيهاب ويبلغه. واللي بالمناسبة عم إيهاب ده هو كمان كان اسمه الحاج إيهاب، يعني إيهاب الصغير كان متسمي على اسم عمه. وقبل ما تستغرب ليه المزارع ده رن على أهل إيهاب مش الشرطة مثلا أو حد تاني من الأهالي، إنه من كام سنة كان في بنت صغيرة في قريتهم برضه كانت مخطوفة وتم العثور عليها متوفاة ومحطوطة في شكارة ومرمية في أرض زراعية، ودلوقتي هم ما عندهمش غير إيهاب هو المتغيب والدنيا كلها مقلوبة عليه. وأكيد شاف يعني شكل الشكارة وشاف آثار الدم حواليها. المهم الراجل ده اللي جه في دماغه أول ما شاف الشكارة إنه يرن على عم إيهاب. المهم راح له الحاج إيهاب علشان يشوف الشكارة، وكان معاه عدد كبير من أهالي القرية، وكان أسوأ مخاوفهم إنهم يلاقوا الولد ميت ومحطوط في الشكارة. لا وكمان لقوا الأسوأ، ودي التفصيلة اللي تنرفز أي حد. الحاج إيهاب فتح الشكارة لقى الجزء السفلي بس من جثة إيهاب. أنا مش عارف إيه الإجرام ده، إيه انعدام الضمير والدين والأخلاق اللي يوصل الناس للحال ده. أنت مش كنت عايز فلوس يا عم؟ الغريب إن عمه معرفوش من اللبس اللي متبقي على جسمه أو من أي علامة تانية في جسمه. هو بيقول بس أنا حاسس بيه، هو لحمي ودمي وقرب لي من ولادي وكمان متسمى على اسمي. المهم الأهالي اتصلوا على الشرطة، والشرطة جت تعاين الجزء اللي لقوه من الجثة وتعاين المكان اللي هو واضح إن هو مش مسرح الجريمة، وخدوا الجزء اللي موجود من الجثة علشان يودوه للطب الشرعي علشان يفحصوا، واللي أكد بالفعل إن الجثة دي بتاعة إيهاب. بس التقرير النهائي للتشريح يعني لسه ما طلعش لحد دلوقتي، بس أعلنوا عن آخر نتيجة للتحريات اللي وصلوا ليها من خلال مراجعة كاميرات المراقبة. هم تتبعوا خط سير إيهاب من وقت ما طلع من القرية اللي كان بيحضر فيها الدرس، لقوه ماشي في اتجاه القرية بتاعته لحد ما وصل منطقة المقابر اللي موجودة في طريقه. وبعدين وهو ماشي في المنطقة دي في عربية وقفت جنبه نوعها فيرنا. العربية دي ما كانش عليها أي لوحات، ما فيش عليها أرقام. العربية دي كان راكب فيها 3 شباب بس وشوشهم مش ظاهرة، يمكن بسبب جودة تصوير الكاميرات أو الزاوية نفسها بتاعة الكاميرا. المهم وشوشهم مش ظاهرة. وإيهاب ركب معاهم العربية واتحركت لحد ما اختفت عن كاميرات المراقبة. طبعا الطرق بين القرى يعني مش هتكون كلها متغطية بالكاميرات، ومش معروف هل إيهاب هو اللي شاور لهم وركب معاهم برضاه يعني علشان كان صايم بقى وعايزهم يقربوا له المسافة، فهم هددوه بالسلاح وهم جوه العربية، ولا ايه اللي حصل بالظبط محدش عارف. بس الكاميرات مش جايبة التفاصيل دي، الله أعلم يعني بالتفاصيل دي، بس إن شاء الله نعرفها لما يتجاب الكلاب دول. وللحد دلوقتي مفيش أي تفاصيل زيادة عن اللي قلتها لحضراتكم، ودي آخر حاجة وصلت لنا. بس في وجهة نظر يعني كده في القضية دي. أهل إيهاب زي ما قلت لكم مستورين وعندهم خير كتير يعني ربنا يزيد. ولما الخاطف كلمهم وطلب منهم مبلغ معين ما اعترضوش وجهزوه، فكون انهم يخلصوا على إيهاب بالوحشية دي، فاعتقد ان الموضوع يعني مش خطف وفدية يعني. ومش شرط الناس دي يكون لهم اعداء، ممكن يكون الدافع مثلا غيرة، مش عارف. المهم انا حاسس ان الدافع ده شخصي ومن حد يعرفه، الله اعلم. بس هي مش جاية معايا ان الموضوع انها ناس طالبة فدية والامور ساءت فخلصوا عليه. الموضوع تقريبا من الاول ومن البداية متخطط له انهم يقتلوه. وبالنسبة لكلام الخاطف لما قال لهم انهم في محافظة تانية وبعدين تاني يوم ييجوا يلاقوا جزء من الجثة في القرية اللي جنبهم، معناه ان احتمال ان الخاطف كان عايز بس يشتتهم عن المكان علشان يهرب او يتخلص من الجثة. وعموما ادينا منتظرين لحد ما تظهر اخبار جديدة، والقضية دي بالذات انا مستني اي جديد فيها، اي معلومة هعرفها هتابع معاكم على طول. لان ما اكدبش عليكم انا قلبي بيوجعني على الشاب اللي زي الملاك ده وعلى اهله، ونحتسبه عند الله شهيد اتغدر بيه وهو صايم وخارج في سبيل طلب العلم. الله اعلم بحال والده ووالدته وحزنهم عليه، وخصوصا ان هو كان وحيد على ال3 بنات، والكل كان متوقع له مستقبل مشرق خالص. عزائنا لاهله ودعائنا ان ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم.
وينتقم من الكلاب الضالة اللي عملت فيه كده. وبنناشد السلطات بسرعة القبض على كلاب السكك دول، وإن شاء الله نسمع أخبار تشفي الصدور قريب إن شاء الله. وعلى حد علمي الجهات الأمنية شغالة على قدم وساق علشان يجيبوهم. هطلب منكم الدعاء لإيهاب بالرحمة ولأهله بالصبر، وإن ربنا يربط على قلوبهم وعلى قلوب حبايبه، وإن شاء الله هيتم القبض عليهم وهيتم الحكم عليهم بالإعدام، وإن شاء الله هيتجابوا علشان ربنا مش هيسيب الظالم، والقاتل يقتل ولو بعد حين. وما تقلقوش، كان في قضايا أصعب من كده بكتير واتحلت واتقبض على القاتل واتعدم. وفي النهاية بطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم. أنا عارف إن الموضوع هيبقى صعب جدا مع كتر المشاغل وظروف المعيشة، بس نتعب مهما نتعب أحسن من إننا نصبح منلاقيش حد عزيز علينا، أو نلاقيه مقتول أو ما عادش نسمع عنه أي خبر. للأسف كل يوم بنسمع عن ناس مفقودة، متعرفش بقى إيه اللي بيحصل معاهم، محدش عارف بهدف إيه. خطف ده تجارة أعضاء ولا إيه بالظبط، ولا مجرد قهر لأهل الضحية؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. وفي النهاية هطلب منكم الإعجاب والمشاركة. كمان يهمني الفيديو ده بالذات يوصل لأكبر عدد من الناس عشان الكل ياخد باله. واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.